احذروا من ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن دمشقي الكذاب الفرعوني المجسم المشبه الحلولي. ثم في موضع آخر يقول دمشقية أن الألباني عنده أصدق من طلاب الشيخ عبد الله الهروي. قال ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن دمشقية. ثم عندي الشيخ الألباني أصدق منكم. يعني يا دمشقية أن الألباني صادق عندك، والألباني يا دمشقية يقول أن ابن تيمية قال أن النار تفنى، وأنت تقول بتسجيل بصوتك إذا ثبت أن ابن تيمية قال بأن النار تفنى فأنت تكفره. قال ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن دمشقية. يقول إن مات ابن تيمية وهي تأخذ أن النار تفنى فهو كافر. هذه خاصة بابن تيمية، تكفير خاص بابن تيمية إن ثبت ذلك عنه. عجبت انبسطت الآن؟ وهذا الألباني يقول أن ابن تيمية قال بفناء النار، والألباني عندك صادق. قال المجسم المشبه الألباني: القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية. القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية. القول بفناء النار زلة من زلات ابن تيمية. فإذا أنت بهذا تكون قد كفرت ابن تيمية. والأمر الآخر، هل أيضا ابن عثيمين صادق عندك؟ وشيخ ابن عثيمين عبد الرحمن السعدي أيضا صادق عندك؟ أيضا ابن عثيمين يقول أن ابن القيم الجوزي رجح القول بفناء النار، وأن عبد الرحمن السعدي الذي هو شيخ ابن عثيمين أيضا قال بأن ابن القيم الجوزي رجح القول بفناء النار. قال المجسم المشبه ابن عثيمين: وما كنا نظن أن أحدا من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة والجماعة. وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساعدي رحمه الله كون ابن القيم عفى الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب شفاء العليل. وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجواد وغلطا عظيما. فهل أيضا تكفر ابن القيم الجوزية؟ فأنت كفرتهم حكما، لأنك قلت إذا كان ابن تيمية قال بفناء النار فأنت تكفره، وأنت تقول أن الألباني صادق عندك، فإذا تكون بهذا قد كفرت ابن تيمية الحراني. أرأيت ماذا يفعل كمبيوتري؟ هذا ما عمل الكمبيوتر يا دمشقية، هل رأيت؟ والحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. يتبع إن شاء الله تعالى ضمن سلسلة الصواعق السنية في الرد على ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن الدمشقي. احذروا من ذنب الوهابية الجوال عبد الرحمن دمشقي الكذاب الفرعوني المجسم المشبه الحلولي.